السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم قناة يوميات بسكوت عزو. اتمنى كل يشترك في القناة، متنسوش اللايك ودعوة حلوة، ونبدأ فيديو جديد ونسمي الله. معايا قلقاس بالسلق. في ناس بتاكله بالطماطم وفي ناس تاكله بالسلق. انا بعشقه بأبو سلق ده بصراحة. جبت السلق معايا، نضفته. السلق بيتحط له كزبرة خضرة بس، ما بتحطلوش اي نوع خضرة تاني. في بيتحط عليه لوحده، وممكن نخليها دي لوحدها ودي لوحدها، لكن دي طريقة سهلة وجميلة جدا جدا. طعمه بيختلف جدا لما بنحط الاتنين على بعض. لكن اللي بياخد الكزبرة الخضراء بتعملها طشة لوحدها، مبتبقاش حلوة وطعمها مبيبقاش حلو قوي. وطبعا دي آراء وأذواق. هنا كنت نضفت اللي معايا الخضرة. الكزبرة بقطفها كده زي الملوخية، وما باخدش العنقود بتاعها، مبتبقاش حلوة خالص معايا. وبرضو نضفت السلق، برضو باخد الاوراق بتاعته وغسلته غسله طبعا تمام. وبعد كده حطيته في طاسه معايا من غير اي مواد دهنيه في الاول خالص. كل الورق اللي بحطه دوت بيهبط معايا وينزل الماده السائله بتاعته. لحد ما يبدا ينشف معايا، هبدا احط عليه الماده الدهنيه بتاعته، معلقتين سمنه. هنا كان معايا قلقاستين، غسلتها ونضفتها كده. انا بغسل القلقاس قبل ما اعمله، لكن ما بغسلوش بعد كده. وطبعا براحتكم، في اللي بيغسلوا عادي. انا كنت زمان بغسله بميه سخنه وملح وليمون وبقى ليه كذا طريقه كده، لكن لا، حسيت بعد ما بدات ما اغسلوش كده. الماده بتاعته فايده، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي. قطعته كده شرايح كده. دي طريقه سهله برضو في التقشير بتاعته، غير ما بمسكه كلها على بعضها ما بعرفش اتحكم في التقشير. لما اقطعها حتة شرايح كده بتبقى جميلة قوي. بعد ما قطعته، بعد ما غسلته نشفته، بدأت اقطعه كده. وبعد كده اقطعه مكعبات وسط، ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة، لان لو صغيرة هيتهري معايا، لو كبيرة برضو ما بتبقاش حلوة في الاكل. هنا كنت سايبة السلق معايا على النار، على نار هادية كده، واحدة واحدة. بيبدأ يستوي معايا. وبعد كده اما الاقي المية بتاعته نشفت خالص، ابدأ احط له السمنة بتاعته. هو بياخد شوية سمنة، كميتها كتيرة. لان هو بيتحمر في السمنة بس، ما بتحطش اي حاجة عليه تاني غير السمنة وبس. والسمنة اللي بنحطها هي اللي بتبقى معانا في الاكل بعد كده. بعد ما يبدأ يتحمر معايا، احس ان هو خلاص بدأ كده يتخرفش كده معايا، احط له توم، اقطع له كام فص توم، حوالي راس صغيرة عليه. هنا كنت خلاص خلصت تقشير القلقاس كله، هما كانوا اتنين. قطعتهم بنفس الطريقة، وبعد كده همسحهم بفوطة نظيفة او حتة معايا نظيفة. دي الملاية اللي مخصصاها للخضار بتاع المطبخ، دايما ببقى غسلاها ومنشفاها ومخليها عندي على طول نظيفة. انشف عليها الخضار، امسح فيها خضار، بتبقى نظيفة دايما للخضار بتاعي. هنا بعد ما مسحته مسحة كويسة جدا، هبدأ اقطعه على طول. بيتقطع مكعبات زي ما قلنا، وكل واحد وطريقته. بعد كده بياخد الشوربة بتاعته، ياخد غلوة وخلاص. هو القلقاس الايام دي حلو جدا جدا، ما بياخدش سوا خالص. هي غلوة والتانية وندفع عليه على طول، ما بياخدش سوا. والطريقة دي برضو بنفس الطريقة بيتخزن بيها، ممكن نعصر عليه ليمونة ويتخزن بيها. لكن لو اتغسل واتخزن مغسول او حاجة بيسود، مبقاش حلو وبيطلع بايظ. لكن الطريقة دي على الناشف كده بيتخزن، بيطلع على الشوربة سخنة، بيرجع كأنه فريش بالظبط. الطريقة دي سهلة جدا جدا في التخزين وفي في الطبيخ بتاعته. وفي نفس الطريقة دي برضو ممكن نعمله ابو صلصة، برضو انا عملته قبل كده في فيديو، اللي هو القلقاس ابو صلصة. هنا كان السلق بدأ ينشف معايا في السمنة برضو. وبعد كده هبدأ احط عليه التوم وشوية كزبرة ناشفة، ريحة معايا. طالما في توم بحب اديله رشة كزبرة ناشفة كده، بتديني ريحة. الطريقة دي سهلة وجميلة جدا جدا، متعلمينها طبعا من زمان من مامتي. وحلوة عن كذا طريقة، كذا مرة أشوف طرق كتيرة للقلقاس، مش بتعجبني ولا طعمها بيعجبني غير الطريقة دي بصراحة. هنا بدأت أحط التوم، مقطعه كده شرايح، ممكن توم مهروس لو متفرز، أي توم موجود معانا. هنا حطيت عليها رشة الكزبرة الناشفة. أول ما يبدأ التوم يصفر كده، مش هخليه يغمق ولا كده عشان ما يتحرقش معايا، يحول السلق في حتة تانية، مبقاش طعمه حلو. اول ما الاقيه يصفر معايا اطفي النار على طول. ممكن نفرمه في الخلاط، ساعة ما نيجي نستخدمه على القلاص على طول. ممكن في كبة، ممكن في بالهاند بلندر مع شوية شوربة، اي طريقة متاحة. احنا كنا ممكن ندقه كمان بايد الهون، طالما ناشف معايا بيتدق بكل سهولة على طول.
وبنفس الطريقة برضو للسلق، دي الطريقة للتخزين بتاعته بعد ما بيتعمل ونفرمه أو نطحنه بأي طريقة. بيتشال برضو في الفريزر، بيطلع برضو على الشوربة سخنة على طول، ما نسيبوش برضو يفك. على كل كمية كيس قلقاس يتشال ممكن نشيله معلقتين معاه في كيس صغير. السلق بتاعه بيبقى حلو قوي قوي ومتفرز برضو، ما بيختلفش طعمه ولا بيجراله أي حاجة. هنا كنت خلاص بدأت احط الشوربة، اي شوربة موجودة عندنا، لو ما فيش شوربة ممكن نعمل شوربة كدابة عادي. مية بالتوابل بتاعتها بمرق الدجاج، اي حاجة متاحة ممكن نعملها. الحمد لله بيبقى طعمها زي العسل، ما فيش اي اختلاف. وحطيت هنا القلقاس بتاعي على طول، هياخد بس غلوتين اتنين. هو الايام دي جميل جدا جدا، ما بياخدش سوا. هنا خلاص بقى بدأ يستوي معايا بعد غلوتين، هطفي عليه على طول. هجيب السلق معايا، هحط له كبشة شوربة واحدة، وهفرمه كده بالهاند بلندر على طول، مش هياخد حاجه. وانزل بيه بالكميه دي كلها معايا على حله القلقاس، مش مكتره، هما كانوا 3 ربط سلق مع ربطه كزبره. هي كميه كده كويسه قوي. اللي حابب يزود براحته، انا مش بحبه تقيل قوي. بيبقى طعمه حلو بصراحه. هنا بعد ما فرمت السلق، انزل بيه على القاس، هياخد غلوه واحده بيه واطفي عليه على طول، مش هياخد اي وقت خالص. ودي كانت وصفه القلقاس، سريعه وجميله جدا جدا. وصفه تقليديه من اللي احنا متعلمينها طبعا من امهاتنا. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. شويه رز بشعريه وبتبقى احلى اكله طبعا، واكله تدفي. القلقاس معروف بيبقى في الشتاء طعمه جميل جدا. وده كان الشكل النهائي معايا. واشوفكم في فيديو جديد، ما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.